بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا أنا في هذه الحلقة أنا ما كنتش عايز أنشر هذه الحلقة، لكن أنا حدث حوار بيني وبين الشيخ حسين مطاوع على الواتساب. بعدين هو تواصل معايا في البداية، والراجل قال لي أنت ما تظنه عني ليس صوابا، وأن أنا لا أتقاضى من هنا أو من هناك إلى آخر هذا الكلام. طبعا دي كانت مكالمة صوتية منه، وعلى أساس إن بقى في تواصل وما فيش مشكلة. أنا تواصلت معاه، بعدين خطر في ذهني، شفت له فيديو، فأنا حبيت أتناقش معاه على الواتساب في الخاص ونفهم إذا كنت أنا على خطأ في اللي إحنا مختلفين فيه، فممكن يقدم الأدلة ويردني للصواب. ما عنديش مشكلة. أنا كنت أصلا هدفي إن أنا أتناقش معاه بس، وأفهم وجهة نظره، أو أفهم إيه اللي بيحصل. ممكن أنا أكون غلط أو هو يكون غلط، ما عندناش مشكلة. فتفاجأت أنا بسأله أسئلة، هو إما إنه يحيد عن الأسئلة ومش عايز يجاوب، وفي النهاية بيقول لي اوعى تنشر لأن في حد غيرك نشر، ولو نشرت ما عنديش مشكلة، مش هيضرني. ما كانش في بالي أبدا صراحة إن أنا أنشر هذه المراسلات أو المحادثات على الواتساب صراحة، على أساس إن هو كلامه على العام كلامه على الخاص. ما فيش حاجة اسمها خاص وعام إلا في الأمور الشخصية، إنما الأمور العامة اللي بنتكلم فيها على القناة، بنتكلم فيها في السياسة، في الشرع، في الدين، هي الكلام على العام زي على الخاص بالظبط ومع ذلك أرسلت له رسالة هتشوفوها في الرسائل اللي على الواتساب. قلت له لو أنت مش حابب إن أنا أنشر، مش هنشر، هستأذنك مع ذلك ما فتحش الرسالة وقفل الحوار، أغلق الحوار تماما، ورفض يجيب عن أسئلتي المنطقية اللي من حق متابعينه إن هم يعرفوها، بدل ما إن هم يفهموا غلط ويفهموا تدليس، أو يفهموا مثلا إن زي هو يعتقد شيء وبيقول شيء تاني، أو إن هو كلامه هنا غير كلامه هنا، مش قادر يصرح بحاجة شرعية مفهومة للناس كلها. وزي ما هتشوف، عشان ما أطولش، هتشوف الحوار اللي دار بيني ما بينه على الواتساب، وحضراتكم تحكموا ويشوفوا الحوار وشوفوا. انا حتى بدايه كلامي كان عادي جدا عشان نفهم نتناقش، الموضوع يبقى فيه اخذ ورد، لكن للاسف الشديد لم يقبل الحوار، وقال انا مش هتناقش في حاجات زي كده، وانت عايز توقعني، وانت مصر مش عارف على ايه، واتهامات هكذا. لكن عموما تعالوا نشوف الحوار مع بعض وحضراتكم تحكموا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ حسين؟ شفت لك حلقة اسمها إخوانجية الجيش السوداني وصلنا استهداف الإمارات في مجلس الأمن. أنا سمعتك أنت مثلا جيت في كلمة كده، قلت الإمارات ما بتدعمش أي طرف من الطرفين، وذكرت أنت بالحرف قلت سواء الجيش السوداني المليء بالإخوانجية أو الكيزان، على حسب تعبير السودانيين، والدعم السريع أو قوات الدعم السريع. حضرتك جيت عند الجيش السوداني وقلت المليء بالإخوانجية، هل أنا بس بستفسر منك، هل قوات الدعم السريع ما فيهمش إخوانجية؟ أنا عايز أفهم الحكاية دي. أصل لو كانوا قوات الدعم السريع ما فيهمش إخوانجية، فلا إحنا نتكلم، واخد بالك ازاي؟ والجيش السوداني فيه اخوانجيه كتير، حسب علمك انت ممكن عندك معلومات اكتر مني في هذه المساله، وبالتالي انت شايف ان مثلا دعم القوات دعم القوات اللي هي بتاعت حميدتي اولى من دعم الجيش السوداني، عشان فيه اخوان، حسب ما انت متصور او عندك معلومات عن هذه المساله. انا عايزك تفيدني بهذه المساله بصراحه، لان الموضوع بالنسبه لي فيه فيه لبس شويه، فعايز افهم من حضرتك، يا ريت الله يبارك لك، عشان بس يبقى الكلام واضح، احنا بس عشان نتكلم الحق يا اخي. انا بصراحه الموضوع ده فيه لبس عندي، وما عنديش معلومات مؤكده، لكن الكلام الكتير ده اللي بيتقال عشان نعرف بس الامور ماشيه ازاي. فعلا الجيش السوداني مليان بالاخوان، والدعم السريع افضل.
يا ريت الله يبارك لك يعني تفيدني في هذه المسألة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 لا، أنا أخاف إن حضرتك تكون ظانن مثلا إن بنصر طرف فيهم على طرف أو حاجة زي كده. أنا أولا وضحت الكلام ده كتير من البداية يعني. قلت على فكرة علشان ما حدش دماغه تروح لبعيدة، الدعم السريع دي بالنسبة لي ميليشيات، وبالنسبة لي قوات إرهابية، وبالنسبة لي ما لهاش أي قيمة. إنما للأسف اللي أنشأهم كان رئيس السودان عمر البشير. اما وطبعا مليانه، مش مليانه اخوانجيه بس، قوات الدعم السريع اخوانجيه وعلمانيين وكذا، مليانه طبعا. لكن انا بس يمكن علشان كنت في معرض الكلام في نقطه معينه بس يا استاذ محمود. ف الجيش مليان اخوانجيه، دي معروفه يعني من ايام عمر البشير. لكن للامانه ان البرهان، عبد الفتاح البرهان اللي هو قائد الجيش ده، مش اخوانجي. وبرضه انا قلت الكلام ده. فانا مش بنصر طرف على طرف، لا خالص ابدا. اصل انا لما حضرتك اتكلمت وبتقول يعني جيت عند الجيش السوداني قلت المليء بالاخوانجيه، انت واخد بالك؟ جيت عندي قلت قوات الدعم السريع، يعني لم تشر الى ان قوات الدعم السريع ايضا اخوانجيه، يعني فاهم؟ وكمان كنت طبعا في معرض، يعني كنت في موضوع الشكوى اللي شكاها الجيش السوداني للامارات. طيب يعني كويس انك انت يعني وضحت موقفك. طب ليه ما قلتش الكلام ده مثلا؟ يعني ليه مثلا يعني اسف والله، انا يعني صريح شويه، عايز افهم يعني، او ان مثلا افهم من وجهه نظرك، او يعني مش توجهك بالمعنى، لكن هل الامارات حقيقه ملهاش اي دعم للاخوات الدعم السريع؟ او يعني انت شايف، يعني اعتقد طالما انت تطلع مثلا بتدافع عن الامارات في جزء زي ده، فانت شايف ان ما بتدعمش الدعم السريع وما بتدعمش اي طرف من الطرفين. طب هل انت شايف مثلا يعني اشمعنى يعني، او يعني ليه يعني من الجيش السوداني ناس مسؤولين، خدت بالك ازاي؟ وانت قلت البرهان مش اخواني. طب هم ليه يعني مستهدفين الامارات يعني مثلا؟ او ليه يعني ما يقولوش اي حد غير الامارات؟ هل دي فيها حاجه يعني في وجهه نظرك او تحليلك مثلا ليه هم بيقولوا الامارات؟ يعني واخد بال حضرتك؟ بس وليه ما تقولش الكلام ده؟ يعني مثلا تطلع تقول الكلام ده، يعني تقول دول اخوان ودول اخوان يعني. لكن بصراحه انت قلت ان الجيش السوداني مليان اخوان، وما قلتش الدعم السريع فيه اخوان. يعني انا صريح شويه بس، معلش جزاك الله خير يعني. فالمفترض تبين هذا يعني الاصل، يعني ان ما طالع انت مثلا بتتكلم عن مساله الشكوى وما الشكوى، والامارات ملهاش اي دخل، مع ان الناس اللي في قلب الجيش بغض النظر اخوان او مش اخوان هم بيقولوا كده. انا اعتقد يعني حابب اسمع وجهة نظرك في هذه المسألة. بارك الله فيك. والله يا استاذ محمود، اللي انا اتكلمت اقسم بالله بناء عن امور انا سألت فيها بعض الاشخاص في الامارات، منهم اعلاميين كبار، اللي اكدوا لي ان الامارات لا تدعم اي طرف، ولا يلزمها اصلا انها تدعم طرف غير الطرف الثاني. وانا لا يعنيني ان انا اجمل صورة حد او ان انا اشوه صورة حد بالباطل، لا يعنيني الكلام ده ابدا. ليه؟ علشان انا هقف امام الله سبحانه وتعالى. هذا اولا. اما بقى حضرتك بتقول انا ليه ما نوهتش وقلت ان قوات الدعم السريع مليانه بالاخوانجيه وكده، فانا قلت لحضرتك ان انا قبل كده اصلا في حلقات، حلقه واثنين وثلاثه، جاوبت على السؤال قبل ما حد يساله. قلت وبالمناسبه، حتى من ضمن الكلام بتاعي قلت وبالمناسبه، القوات دي بالنسبه لي قوات ارهابيه، ميليشيات، ملهاش اي صفه ولا لها اي حاجه. لكن انا لما اتكلمت وقلت الجيش مليء بالاخوانجيه، لان يعني يمكن كان الكلام بيختص وقتها يمكن بالجيش، ويمكن علشان الميراث يعني او الارث اللي تركه عمر البشير. وبعدين عمر البشير هو اساسا هو اللي انشأ القوات دي، قوات الدعم دي. فالكلام ده انا قلته يعني مرة واثنين وثلاثة، ويمكن الحلقة اللي حضرتك شفتها بس يمكن أو ما كانش فيه مناسبة ان انا اقول او شيء من هذا القبيل يعني. لكن هو ده اللي انا بعتقده.
إضافة للكلام اللي قبله يا شيخ حسين، يعني أنا ما شفتلكش أي حلقة من ساعة موضوع الحرب حرب الدعم، قوات الدعم السريع على، أو انقلاب قوات الدعم السريع وانقلاب حميدتي على الجيش. بصراحة أنا عشان بس أكون صريح معاك، ما شفتلكش أي حلقة أبدا بتدعم الجيش السوداني أو بتقولها صراحة إنك بتدعم الجيش السوداني على قوات الدعم السريع، ولا هو المفترض إننا إحنا ما ندعمش أي طرف؟ في حين إن الدولة المصرية حسب معلوماتي أو حسب يعني الواضح إن مصر مع الجيش السوداني، ومش من مصلحة السودان أصلا هو انقلاب قوات الدعم السريع على الجيش. يعني ده يبقى فيه انقسام، وممكن يبقى فيه تفتيت السودان وتقسيم السودان، وانت عارف تداعيات هذا الانقسام وان حرب بالسلاح. في حين توجه الدولة المصرية الرسمي هو توجه لدعم الجيش السوداني، والجيش السوداني بمثابة ولي الأمر. يعني أعتقد إنك أنت برضو عندك عقيدة إن ولي الأمر يطاع. أنت واخد بال حضرتك؟ أنا بكلمك من منطلق إنك أنت عندك منهج إنسان يعني تتكلم في الشرع، الخروج على ولي الأمر. ألا يعد ما فعله حميدتي، هذا سؤال مباشر، ألا يعد ما فعله حميدتي هو خروج على ولي الأمر الشرعي؟ هذه نقطة مهمة يا شيخ حسين، يعني أنا عايز أفهمها منك، لأن الموضوع محيرني. تمام؟ وهل المصلحة هو دعم الجيش السوداني ولا دعم ما هو احنا لازم نبقى مع طرف، يعني نكون مع مين؟ يعني انا طبعا توجه الدولة المصرية حسب معلوماتي وحسب ما اعلم ان هي مع الجيش السوداني، ان احنا ضد اي انقسام فصيل في الجيش على فصيل تاني، او ضد اللي بيحصل يعني. فده ما يعد شرعا خروجا. خلينا في المسألة الشرعية والمسألة السياسية، خلينا الشرعية دلوقتي. هل هذا لا يعد خروجا يا شيخ حسين على ولي الامر الشرعي؟ ومن واجبنا نحن المسلمون ان ندعم ولي الامر الشرعي، بغض النظر. حضرتك انت قلت ان البرهان اللي هو رئيس المجلس السيادي مش اخواني، حتى الجيش المصري فيه اخوان لكن مستخبيين، يعني ما حدش يعرفه، ميولهم قد تكون يخافوا يظهروا ده خلايا نايمه يعني ربما. فلكن خلينا في القيادات ولولي الامر الشرعي. الا يجدر بنا يعني كمسلمين ان احنا ندعم ولي الامر الشرعي في هذه الدوله، خصوصا انها دوله تهمنا، دوله السلام فيها والاستقرار هو من استقرار مصر، امن قومي لمصر كده يعني. فما رايك في هذه المساله؟ لاني لا اعلم يعني، لكن انا نقلت لحضرتك الصورة اللي انا شفتها هناك وسألت ناس، وناس يعني لهم باع في المواضيع السياسية دي، ومش من مصلحتهم او اللي قالوه لي انا اتكلمت بناء عنه يعني. معذره يا شيخنا، يعني حضرتك ما جاوبتش عن الاسئله المهمه. حضرتك دلوقتي هل يعد شرعا، هل يعد ما فعله حميدتي وانشقاقه عن الجيش السوداني، هل يعد الخروج على ولي الامر ولا لا؟ ونحن كمسلمين ندعم من؟ خصوصا التوجه، يعني انا مش عايز يعني هو سؤال مرتبط ببعض، لكن خلينا في السؤال سؤال يعني. هل شرعا، خلينا شرعا، هل يعد ما فعله حميدتي خروج على ولي الامر ولا لا؟ هذا سؤال مهم. واحنا واجبنا ايه؟ ندعم ولي الامر السودان كدوله. طبعا احنا يهمنا يعني مصلحه السودان، لان امن قومي لينا، الاستقرار هناك استقرار لمصر يعني. هل هذا انقلاب ولا مش انقلاب؟ او يعني بلاش كلمه انقلاب، لان الانقلاب مش مصطلح شرعي. هل يعد خروج ولا لا يعد خروج؟ خصوصا ان حضرتك قلت ان البرهان رئيس المجلس السيادي مش اخواني، والمجلس السيادي هو اللي بيحكم السودان. ده سؤال مهم يعني، عايز افهم من حضرتك يعني. حضرتك عندك فتاوى علماء بخصوص امر السودان هاتها لي وعلى راسي من فوق، دي الخلاصة. لكن انا مش متحيز لحد من غير حد، يعني لو حضرتك عندك فتاوى لعلماء بخصوص احداث السودان، احنا بنمشي طبعا تبعا لعلمائنا يعني.
يعني هو حضرتك مالكش، ما عندكش قناعة أو عندك يعني عندك قناعة بشيء أو اعتقاد يعني طيب خلينا طيب البرهان والجيش السوداني والمجلس السيادي السوداني مش ده حاكم شرعي للبلاد ولا يجوز الخروج عليه؟ أعتقد حضرتك عارفها يعني. مش موضوع فتاوى علماء، أنا عايز أعرف حضرتك أنت رأي الشرعي في هذه المسألة. أنت واخد بال حضرتك؟ مش المسألة إن أنا مثلا عندي فتاوى وأنا هبعتها لحضرتك. أنا عارف إن لو في فتاوى حضرتك مش هتقول لأ يعني. أنا أقصد حضرتك تعتقد إيه؟ أو رأي حضرتك أو الحكم الشرعي. يعني الحكم الشرعي محتاج يعني مثلا معروف يعني. أنا لو سألت حضرتك دلوقتي هل يجوز إن مثلا قوات الدفاع الجوي بقيادة مش عارف مين في الجيش المصري لا قدر الله عملت انقلاب، أو قوات المشاة عملت انقلاب بقيادة واحد لا قدر الله على الجيش المصري، أنت مش هتطلع تفتي بإن ده خروج على ولي الأمر ولا لأ؟ يعني واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا هذه المسألة محتاجة فتاوى من علماء، يعني حضرتك ما تعرفهاش؟ ده صحيح؟ هل ده صحيح ما تعرفهاش؟ أنا أعتقد يعني يا شيخنا يعني والله يعني النقاش بيني وبينك كده والله بنفهم، والله العظيم بنتناقش وما فيش أي حاجة. أنا بصراحة يعني زي ما بنقول يعني احنا مثلا خلاص يعني نحب ان احنا مثلا ادينا بنتكلم في مش على العام يعني مثلا، بحيث ان احنا نفهم. يعني انا ممكن انا مش فاهم حاجه تفهمهاني بس، والله ده قصدي يعني. فلو حضرتك يعني مثلا ما عندكش مثلا قناعه مثلا او اعتقاد او حاجه، يعني الامر واضح. يعني انا اعتقد مش محتاج مفتي. بس انا شايف، انا من وجهه نظري او مش وجهه نظري، انا شايف ان او حسب الشرع، مش انا اللي شايف، في ادله كثيره جدا ان ان حميدتي خرج على ولي الامر الشرعي وعمل انشقاق والانشقاق عن الجيش السوداني. هل حضرتك معتقد غير كده ولا انت تتفق معايا ولا مختلف معايا؟ بس يعني مش عايز اتقل على حضرتك، لو مش عايز تجاوب ما فيش مشكله. يعني لو مش عايز تجيب عن هذا السؤال حضرتك ما عندناش مشكله يعني. بارك الله فيك، وانا اسف لو كنت انا بتقل عليك او شغلك او يعني معطلك، يعني اسف والله. انا لو انت مش فاضي مش مشكله يعني. بارك الله فيك. بس يعني لو حابب تجيبني ماشي، مش حابب خلاص يعني. جزاك الله خير. برضو خلينا استبق معلش يعني قبل ما ادخل صلاة المغرب، يعني خلينا استبق برضو كلام حضرتك. هل تظن او ما زلت تظن ان انا بعمل كده ارضاء للامارات اللي بتدفع لي فلوس؟ يعني تخيل، يعني فيديوهاتي الفيديو ما بيحصلش، مش ممكن فيديوهاتي بتحصل 5000 ولا 6000. لما بيكون في موضوع ترند الفيديو بيوصل 10000 مشاهدة بطلوع الروح يعني. فدول هيأثروا يعني في سياسة بلد ولا حاجة؟ انت متخيل دي؟ انت متخيل ان مثلا الامارات واقفة على حسين مطوع يعني؟ اللي تقدر تشتري اعلام بالكامل، اعلام فضائي لا لا لا، اوعى تظنوا الكلام ده. احسن الظن في اخيك. وانا ليا قناعات وانت ليك قناعات وبس. انا قناعاتي ان الاتنين اوسخ من بعض، يعني الجيش السوداني والدعم السريع الاتنين اوسخ من بعض، دي قناعاتي. اما بقى حتة خرجوا ما اعرفش ايه المواضيع دي، هل في فتاوى للعلماء بخصوص احداث السودان زي ما كان في فتاوى بخصوص احداث ليبيا؟ فكنا بنتكلم بناء على كلام العلماء. نقطة تانية، انت مصر ان الامارات بتدعم، مصر جدا مش عارف ليه. هل بلدك ما يتعارضش او ما تتعارضش مصلحتها اذا الامارات دعمت طرف هناك دون طرف؟ طب فين بلدنا من الكلام ده كله؟ ولا مصر اشترت الامارات ولا ايه؟ ولا الامارات اشترت مصر عشان تسكت؟ لا لا لا، كلام غير مقنع يا استاذ محمود. فعندك قناعاتك انت حر، وانا عندي قناعاتي خلاص بس. شيخ حسين، مش قصة أنا ما زلت مقتنع إن كذا أو كذا، أو إن حد مثلا أو أنت بتدافع يعني عن الإمارات أو ما بتدافعش. أنت حر، أنت ليك مطلق الحرية تدافع عن اللي أنت عايزه.
انت حر، دي انا ما بتدخلش في دي. انا لو شفت حاجه غلط منك هطلع ارد عليك وخلاص. بس انا بتكلم معاك في الخاص على اساس احنا نفهم. يعني ربما انت فعلا يعني آه تعرف عني او افهم مني في هذه المساله. ايه المشكله؟ ليه حطيت في دماغك ان انا حاطط في دماغي ان انت مدعوم او انت بتدافع عن الامارات، وبعدين بتقول الامارات تشتري اعلام بحاله، هل هي تدفع لي عشان خاطر يعني مشاهداتي قليله القضيه غير كده خالص يعني. قضيه مش كده. انا بتكلم في شرع، والله العظيم انا بتكلم في شرع. واعتقد ان حضرتك، انا سجلت لك يعني، اعتقد ان حضرتك يعني ما تسيئش الظن بي. يعني انت بتقول احسن الظن في اخيك، ماشي يا اخي، انا لو مش محسن يعني، لو انا سيء الظن انا مش هتناقش معاك ومش هراسلك ومش هرد عليك. لو انا بقى عندي قناعاتي والموضوع يعني منتهي عندي وخلاص وعندي حسين مطوع ده كذا كذا كذا، لا، ده انا عايز افهم بصراحه علشان خاطر ما اظلمش حد. وانا كمان افهم شرعا، يعني انا اذا كان مثلا اذا كنت انا غلط اتوجه للطريق الصحيح. يعني مثلا ما فيش حاجه اسمها عندك قناعاتك وانا عندي قناعاتي. احنا بنتكلم في شرع احنا الاثنين نتفق عليه. احنا الاثنين يعني اعتقد ان احنا على منهج واحد، وهو يعني اتباع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. صحيح. فهذه المساله مهمه جدا ان حضرتك توضحها لي، على الاقل تقنعني، على الاقل توجهني للصح. شايف اخوك غلطان فوجه له الصح والله، وقول له لا ده شرعا كذا وشرعا. خلينا من باب الشرع يا سيدي، خلينا نتناقش مع حضرتك من باب الشرع. يعني فانا لو انا عندي قناعات وانت عندك قناعاتك هذا ما ينفعش. يعني هل ما فيش اتفاق يعني ما فيش قول فصل في هذه المساله شرعا؟ هل ما فعله الدعم السريع يعد خروجا؟ مش عارف ليه حضرتك مش قادر تقولها يعني، او مش عايز تقولها، او مش عارف، او فعلا ما تعرفش يعني اعتقد يعني مشكله. على الاقل كنت سالت فيها عشان تعرف تطلع تتكلم كويس. لو انت فعلا مش معتقد او ما يعني قناعاتك ايه، يعني انت بتقول قناعاتي وقناعاتك، وبعدين انا مش مصر. انت بتقول انت مصر ان الامارات بتدعم قوات الدعم السريع. خليني انا مصر، يعني قدم لي الادله على ان بعيدا عن ده ما يهمش اصلا. ان قناعاتي الامارات بتدعم او مش تدعم، قناعاتي مش مشكله. لكن اتكلم عن الشرع هنا، ما جبتش سيره الامارات خالص والله. انا بعدت عن موضوع الامارات خالص. انا بتكلم شرعا عن حميدتي وعن الجيش السوداني. هل الجيش السوداني تعتبره حضرتك او هو في شرعا، بلاش تعتبر، شرعا هو ولي امر شرعي ولا لا؟ وهل ما فعله حميدتي هل هو يعني خروج على ولي الامر ولا لا؟ ده المهم يا شيخنا، شيخ حسين. انا بعيدا عن الامارات، يعني انت ما تحاولش يعني تقفز على الامارات وتحاول انك انت ايه تحط لي في خندق المهاجمين للامارات، او في خندق الذين يعني يعتقدون ان الامارات يعني تدعم قوات الدعم السريع او ميليشيات الدعم السريع حسب. لا يا اخي، انا سالتك والله شرعا، مش عايز يعني مش عايز اغطي في الكلام، ومش عايز برضو يعني اثقل عليك فقط يعني. فان كنت تحب انك تجاوب ما فيش مشكله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. والله يا استاذ محمود، يعني الشخص اللي يعني مش عارف اقول ايه، يعني الشخص اللي منهجه كله من اوله لاخره، من اول ما بدأ لغايه النهارده بيتكلم في المواضيع دي، اعتقد ما يسألش سؤال زي كده يعني. فالا اذا انت كنت شفت ان انا قلت دول احنا مثلا بنأيد دول ضد دول، فاعتقد السؤال ضل طريقه. لا خلاص، كفايه كفايه دي بس، تمام. فاعتقد ان السؤال ضل طريقه. فانا مش عارف اقول ايه يعني. انا كلامي ما اعتقد في الرسائل اللي فاتت واضح، واعتقد منهجي واضح، بس فما مش عارف اقول ايه. معنى كلام حضرتك انك انت عارف ومع ذلك لم تصرح بها حتى الان، لا في فيديوهاتك يا شيخ حسين ولا ليا حتى دلوقتي. يعني يا شيخ حسين حضرتك بتقول يعني واحد زي وعارف منهجي ومعروف منهج القناة وبتاع ويسأل مثل هذا السؤال. طيب ماشي، يعني خلينا مش متابع كل حلقاتك، خليني يعني انا واحد مش متابعك وبسألك مثلا يعني. اذا منهجك واضح، طب ليه انت طلعت في مرة يعني معنى كلامك هذا معنى كلامك. ولو انا غلط قول لي، ولو انا غلط ارجوك تقول لي يعني بدون اي احراج او اي شيء.
يعني معنى كلامك أنك تعتقد أن قوات الدعم السريع أو بقيادة حميدتي هم خرجوا على الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الشرعي للسودان، وهو البرهان قائد رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش السوداني. أنا فهمت كلام حضرتك صح ولا لأ؟ معنى كلامك اللي أنا فهمته من كلام حضرتك انك انت بتقول ان اللي عمله حميدتي واللي بيعمله حميدتي دلوقتي هو خروج على ولي الامر الشرعي. يعني خلينا نبعد عن الامارات خالص، انا ما ذكرتش الامارات خالص، كان الامر الشرعي. فمنهجك كده صح؟ انا فهمت صح ولا لا يا شيخ؟ فيا ريت انك انت يعني فهمتني يا شيخ حسين، معلش. فمنهجك على ما انا فهمت كده، معلش يعني باكد تاني، يعني فهمت ان حضرتك لا تسأل مثل هذا السؤال، باننا نعرف ومتابعينك يعرفوا ان انت تعتقد ان حميدتي هو خارجي خرج على ولي امره الشرعي، وهو عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس المجلس السيادي. تمام. وإذا كان ده فهمي صح وأنت تقصد هذا، ولو حضرتك تقصد غير كده قول، لكن لو أنت تقصد صح وفهمي أنا صح لكلام حضرتك، ففي سؤال بقى مهم. هل حضرتك طلعت ولا مرة واحدة ولو قلتها صراحة صرحت وبينت هذا الأمر، بينت أن حميدتي هو خارجي خرج على ولي أمره وعمل انشقاق على الجيش السوداني؟ هل حضرتك يا ريت تقول لي في اي فيديو، لو حضرتك طبعا عملت كده او طلعت صرحت بكده، او حتى الان انت ما لم تصرح لي يعني انت لم تصرح لي انا حتى الان ان هو خارجي وولي الامر الشرعي هو الجيش السوداني وهو المجلس السيادي، زي ما احنا كنا بنقول المجلس العسكري لما تنحى الرئيس مبارك الله يرحمه، قلنا المجلس العسكري هو ولي الامر الشرعي وقائد المجلس العسكري هو ولي الامر الشرعي والجيش المصري هو اللي بيدير البلاد، صح؟ فهل صرحت بذلك في احد فيديوهاتك او على قناتك لمتابعينك، او حتى صرحت لي انا فردا اهو شخصيا؟ ارجو ان تقولها صراحه. ايه المشكله؟ انت بتقول مش عارف اقول ايه؟ لا انت قول الشرع، حتى لو قلته قبل كده صرح لي بيه انا عشان اعرف العقيده الصحيحه. الله يبارك فيك يا شيخنا، ارجو انك انت يعني يتسع صدرك ليا يعني. فانا مع الامور الشرعيه اللي قوي انا ما بتكلمش فيها غير بكلام العلماء. هات لي فتوى لعالم واحد صغير ام كبير معترف به وهتلاقيني طلعت فورا اتكلمت باللي انت عايزنا اتكلم بيه. تمام. وسجل، خد التسجيلات متاح ليك، انا ما عنديش مشكله لان غيرك نشر تسجيلات، يعني خد الكلام انا ما يضرنيش بشيء، لكن لو ما بفتيش من عند نفسي. فاهمني ازاي؟ لان الحالة هناك ملتبسة. ازاي ملتبسة؟ لان قوات الدعم السريع قوات معترف بها في السودان اللي انشأها رئيس السودان السابق. انت فهمتني؟ يبقى اذا هي زي الجيش زي كذا. الحالة ملتبسة. انا ما عنديش فتوى لعالم، ما فيش عالم افتى بهذا الكلام. او الامر بسيط خالص، اتصل بالشيخ رضواني واستفهم منه وقول لي الشيخ قال كذا، هقول لك حاضر على راسي، انا تبعا لكلام الشيخ رضواني. انا هعتذر منك عشان انا عندي شغل دلوقتي ومرتبط يعني ببعض المواعيد يعني. بلاش العلماء، هات لي موقف مصر السياسي اللي بيقول ان القوات اللي بيقول ان القوات دي قوات ارهابيه مثلا، رغم ان انا بعتقد كده. انا بقول لك اهو انا بعتقد كده انها قوات ارهابيه خلاص، بس برضه ما اعرفش اتكلم في امور على الملأ الا بدليل. اتمنى انك تكون فهمت. نقطة أخيرة معلش، بيقولوا إن أهل مكة أدرى بشعابها. في السودان مشايخ سلفيين زي الشيخ مزمل الفقيري، زي الشيخ أبو بكر أداب، زي الشيخ أحمد البدوي، وغيره من مشايخ السلفيين هناك. هات لي كلام لشيخ سلفي واحد منهم في القصة بيقول فيها إيه وأنا معاه. بس أظن الأمر سهل كده أهو. معذرة يا شيخ أنا عطلتك عن الشغل، لكن حضرتك قلت كلمة خطيرة جدا جدا، بتقول هات لي كلام علماء في ان خوارج ومش خوارج. طب ما انت كنت بتتكلم بتقول اسال عن هذا السؤال ازاي؟ حضرتك من شويه قلت يعني مثلي لا يسال هذا السؤال، وانا سالتك عن هل هم خوارج ولا لا.
ما قلتليش حضرتك برضو، يعني انا فهمتك صح ولا غلط؟ اللي انا فهمته انك انت بتقول انهم خوارج، ان حميدتي خارجي خرج على المجلس السيادي. ثم انت قلت كلمه خطيره جدا، قلت لي هات كلام علماء. طيب مش ما انت بتطلع على قناه الشيخ الرضواني، وممكن كنت سالته في هذه المساله عشان برضو تبين الامر الشرعي. الحاجه الثانيه قلت ان الامر ملتبس هناك، وان قوات الدعم السريع بقياده حميدتي معترف بها في الجيش السوداني. هل معنى ذلك ده يؤدي الى حاجه خطيره جدا؟ يعني كأن حضرتك بتقنن او بتسن، يعني اقول مش عايز اقول حاجه كبيره يعني، لكن كأنك انت تبرر لاي حد معترف به في جيش انه يعمل انشقاق على راس الجيش او على قائد الجيش. بمعنى اضرب لك مثال، وهذا لا قدر الله طبعا انا بنضرب مثال بس ايه على بلدنا. طيب ما هي قوات الصاعقه في مصر، او مثلا المشاة في مصر، قطاع المشاة في مصر في الجيش المصري، اللي معترف به في الجيش المصري، واللي معينه برضه اللي معينه القائد الاعلى للقوات المسلحه، ومعترف به وتابع القوات المسلحه وكل حاجه. هل لو ده انشاق لا قدر الله، لا قدر الله، ربنا يحفظ بلدنا يا رب، يحفظ جيشنا. احنا الحمد لله يا رب العالمين، يعني ربنا عافانا مما ابتلى به هذه البلدان وهذه الجيوش، تمام، نحمد ربنا على ذلك. هل ده مبرر او مسوغ ان عشان معترف به من اللي عينه القائد الاعلى للقوات المسلحه في مصر، هل لو انشق ما نعتبروش خرج وانشق وخارجي، ونقف كلنا ضده وندعم جيشنا بالقياده العامه المعترف بها، القياده الرسميه؟ كلام في منتهى الخطوره يا شيخ حسين. اما بخصوص مساله اني انا انشر تسجيلات او ما انشرش التسجيلات يا شيخ حسين، يعني هل تخشى يعني اربع بك، يعني انت حضرتك يعني المفترض انا شخصيا كلامي على العام هو كلامي على الخاص. يعني كلامي معاك دلوقتي هو بالظبط نفس كلامي لو انت حضرتك يعني استضافتك طبعا في القناه وسالتك، ولو سالتني اي سؤال انا هقوله واقول لك انشره. انا شخصيا لا اخبئ شيء، لا ما عنديش كلام على العام وكلام على الخاص، خلي بالك يعني. فهل حضرتك كلامك على الخاص هيختلف عن كلامك على العام؟ اعتقد يعني ما اعرفش والله انت هتجاوب تقول ايه في المساله دي. فمساله ان انا انشر وغيري نشر، لا انا مثلا انا انشر لو حبيت اني انشر انا مش هدفي النشر اصلا، هدفي الفهم. حضرتك برضو يعني وديتني الحته انا ما كانتش في بالي على الاطلاق ان انا انشر او ما انشرش، واخد بال حضرتك؟ فلا يعني اذا كان حد غيري نشر لخصومه ولا حاجه، لا انا حتى لو حابب ان انا انشر تسجيلات زي كده هستاذنك يعني، وهقول لك انا هنشر يعني. ولو انت قلت لي ما تنشرش وكلامي على الخاص غير كلامي على العام، صدقني لن انشر، لان انا احترم الخصوصيه جدا، وحتى وان كنت تختلف معي في بعض الامور او تتفق، هذا امر يعني الحمد لله انا عندي امانه في هذه المساله بفضل الله تبارك وتعالى. يعني اذا كنت يعني في مساله النشر وعدم النشر، هذه مساله ترجع لك مش لي انا فقط يعني. وان احنا اذا كنت حضرتك قلت كلام مفيد هيفيدني لوحدي، وانا شايف ان في افاده للعامه، وحبيت ان انا انشرها، واستاذنك واقول لك انشر ولا لا يا شيخ حسين. يعني انا احترم الخصوصيه جدا ويعني لكن يعني ما كنتش يعني مثلا انا يعني اظن يعني ان كلامك في العام وكلامك على الخاص، والا عادي ده حريه شخصيه بالنسبه لك لو انشر او ما انشرش. لكن مش هدفي ابدا كان النشر على الاطلاق، والله انا في هدفي الفهم، هذا يعني ما اردت قوله يعني. فلا انا مش زي غيري، ولا انا بتعقب حد ولا اي حاجه، الا يعني اذا كان الامر يعني لو انت طلعت اتكلمت على العام هطلع ارد عليك على العام عادي مفيش مشكله. ولو اتناقشت معاه خاص وحبيت انشر عشان استفيد العام، انا شايف يعني ممكن ارى من وجهه نظري ان الكلام اللي اتكلمناه مفيد للناس، فهستاذنك اكيد يعني هقول لك والله يا شيخ حسين ممكن تسمح لي ان انا انشر، فاهم ازاي؟ فلو سمحت لي فهنشر، لو ما سمحتش لي انا مش هنشر، مش تبقى فاهم يعني. فيعني خلي المساله في يعني ايه في ثقه يعني. ده لو في كلام عام وكلام خاص بالنسبه لحضرتك، لكن بالنسبه لي الكلام كله عادي وتنشر عادي، ما عنديش مشكله خالص. بارك الله فيك يا شيخ حسين. يا استاذ محمود الله يرضى عليك، انت بتلف وتدور علشان ايه؟ انت عايز توقعني في حاجه مثلا؟ انا مش فاهم يعني. انا قلت لك مثلي لا يسأل عن هذا السؤال اللي هو سؤال عقدي، اي انا لا اسأل عن سؤال لم يفتي فيه العلماء. اما الامور الواضحة اللي مجمع عليها من العلماء فحسين مطاوع تبعا للعلماء. اتمنى تكون فهمت. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، بالله عليك يا اخي.
الرسائل الطويلة أنا ما بقدرش أسمعها كاملة، يعني أنا بسمع أول شوية وبرد لأني مشغول جدا أقسم بالله. اللي في دماغك عني مش صح، بكرر تاني، اللي في دماغك عني مش صح، والله ما هو صح، يعني يرضيك القسم بالله. فبالله عليك أنا مش بتاع حوارات ولا بتاع جدل يا أخي، الله يرضى عليك. سامحني، اي استفسار تاني انا مش هقدر اجاوب، يعني مش هقدر اجاوب، يعني انا مش هتكلم مش هجادل يعني. مش عارف، انا غالبا كلامي بيتفهم غلط ولا ايه، مش فاهم. اي كلام تاني في مواضيع ما فيش عليها ادلة انا مش هتكلم فيها. السلام عليكم. طبعا بعد ما سمعتوا الحوار وشفتوا الكلام وسمعتوا الكلام بتاع الشيخ حسين وبتاعي، حضراتكم ليكم الحكم. وفي نهاية هذه الحلقة يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.